السلام عليكم يا جدعان. المعيوف راعي المعروف. عبد الله المعيوف النهارده بيقود فريق الاتحاد لدور ال 16 وبينتصر على فريق الاخدود بركلات الجزاء في مباراه قمه في الاثاره والسذاجه من فريق الاتحاد، وقمه في الروعه والمتعه والفدائيه من فريق الخلود. المباراة النهارده انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وركلات الجزاء انتهت بفوز الاتحاد 7-6 بعد تسديد 10 ركلات من كل فريق. بصراحة مباراة صعبة جدا والغيابات اثرت بشكل كبير، لكن برضو انا مش عايز احط شماعات لان بصراحة لعيبة الاتحاد ما كانتش في مستواها، والدفاع والجون اللي لبسناه كان جون ساذج جدا من المدافع بن مسعود. وبصراحه ايوه الاشواط الاضافيه اثرت وارهقت اللعيبه، لكن برضو المباراه كان فيها سيطره بلا هدف ولعب ضعيف من جانب فريق الاتحاد. لكن الحمد لله والف مبروك لعشاق العميد، وان شاء الله اللي جاي افضل. وكويس ان احنا صعدنا لدور ال 16 وكده فريق الاتحاد هيبقى بيلعب في 3 نواحي، وهي دوري روشن وكاس العالم وكاس خادم الحرمين الشريفين. المهم عشان ما اطولش عليكم تعالوا كده نتكلم عن الماتش ونتكلم على الاحداث اللي حصلت النهارده وعن عبد الله المعيوف عريس الليله. فتابعوا معايا الفيديو للاخر. اول حاجه لازم نتفق عليها ان عبد الله المعيوف الهلال خسره. عبد الله المعيوف النهارده تصدى لاربع ركلات جزاء، لا ومش اي 4 ركلات. اول ركله رجع بيها الاتحاد لضربات الجزاء، يعني الاتحاد كان متاخر ولولا ضربه الجزاء دي كان زمانه خسر. تاني واحده لو كان فريق الخلود سجلها كان زمان الاتحاد خسر. تالت واحدة هكذا برضه لو كان الخلود سجلها كان الاتحاد خسر. رابع تسديدة بقى هي اللي كسب بيها فريق الاتحاد البطولة. فبصراحة كل الفضل النهارده يروح لعبد الله المعيوف. عبد الله المعيوف في اخر مباراتين ليه في كاس الملك، المباراة دي تصدى ل4 ركلات جزاء، والمباراة اللي قبلها كانت مع الهلال في النهائي قدام الوحدة لو حد يفتكر، تصدى ل3 ركلات جزاء وسجل واحدة اللي هي الأخيرة اللي فازوا بيها. اللي عايز اقوله ان المعيوف وقت الحسم مستحيل يخذلك. وبصراحه بقى يا جماعه عبد الله المعيوف بالنسبه لي هو افضل حارس محلي، ونادي الهلال خسره خصوصا انه اعلى من العويس بكتير، وكان هيكون مناسب لو ياسين بونو ما كانش جه، او كان هيكون حتى بديل كويس لياسين بونو. بالنسبه بقى للمباراه فعندك فريق الخلود فريق منظم جدا ولعب بشراسه النهارده، وكان بصراحه عايز يقدم وعايز يروح بعيد في البطوله دي، وما كانش عايز يفرط في الماتش بسهوله. قدروا يقفلوا كويس وقدروا يعملوا جيم متكافئ بغض النظر عن مستوى الاتحاد، لكنهم قفلوا عليه بشكل كويس جدا وقفلوا على مهاجمين الاتحاد ما عرفوش يوصلوه. لكن ده برضو كان سببه عدم التحضير وعدم التركيز من لعيبه الاتحاد وعدم التحضير الجيد من نونو سانتو للمباراه. وتحس ان اللعيبه وهي نازله المباراه كده كانت مستهونه، او الماتش كان بالنسبه لهم سهل، وده اللي كان هيكلفهم النهارده ان هم يودعوا البطوله من دور ال 32. فاللي كنت عايز اقوله ان الكوره مش فرديات، والكوره عمرها ما كانت اسماء، الكوره لعبه جماعيه، كره القدم لعبه تقوم على التعاون وعلى الجماعيه بين الفريق، وده اللي لازم نونو سانتو ياخده في الاعتبار، عشان انت لسه الموسم قدامك طويل ولسه قدامك ضغوطات وصعوبات جايه عليك. المهم ان الحمد لله على الفوز، والمباراه على قد ما هي كانت صعبه وكانت قاسيه بس هي كانت مثيره وممتعه، وضربات الجزاء تحديدا هي اللي عوضت، وكان بصراحه فيها كل الاثاره. يعني انصح اي حد ما شافش الماتش يروح يتفرج على ضربات الجزاء ويتفرج على ملخص المباراه، هيستمتع جدا، خصوصا ان ضربات الجزاء دي الماتش راح وجي كذا مره، فكان ماتش حلو صراحه. المهم قبل ما اختم الحلقه يا جدعان في حاجه لفتت نظري النهارده بعيدا عن المباراه، هو ان الماتش كان بمدرج واحد في بطوله يعتبر في ادوارها الاولى، يعني بطوله الكاس لسه في ادوارها الاولى. ايه المقصود من انك تجيب حكم اجنبي يحكم الماتش ده؟ يعني دي لو مباراه نهائي او مباراه قمه في الدوري او مباراه بين فرق بتنافس على بطولات في الدوري مثلا او في الكاس كنا هنقول مفيش مانع، ماشي حكم اجنبي عشان الماتش ما يكونش فيه اعتراضات وكده. لكن مباراه بالمواصفات دي زي مباراه الاتحاد والخلود ما يحكمهاش ليه حكم سعودي او حكم محلي ونديهم فرصه؟ انا عايز اعرف ايه الفكره من ابعادهم كليا ده، بس في احسن الظروف بيخلوا الحكم السعودي حكم رابع. فبصراحه يا جماعه اتمنى ان هم يدوا فرصه للحكام المحليين، لان مش كل حاجه نبص للاجانب بس، لا ماتش زي ده كان المفروض الفرصه ياخدها حكم سعودي. وبس كده يا جدعان اكون خلصت كلامي، وزي ما قلت الحمد لله على الفوز. وبس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. كان معاكم فريد عصوه، سلام.